اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نعمل تتبيله كده لشرايح بانيه هنشويها، بس النهارده هنشويها في الكيس الحراري. انا عملت معاكم وصفه بالفراخ المشويه في الكيس الحراري، بس برضو البانيه هنعمله بطريقه حلوه وبتطلع النتيجة بتاعتها كويسة جدا من غير بقى ما نشوي على صاج ولا نشوي على حاجة. اول حاجة بنعمل تتبيلة. انا حطيت بصل بودر، توم بودر، بصل بودر، توم بودر، بابريكا مدخنة، ملح وفلفل اسود، وده روزماري. حطيت فيه روزماري، اللي مش حابب يحط زعتر، اي بهارات انتوا بتحبوها حطوها في التتبيله اللي بتاعتكم. يعني ما تتقيدوش لا دي لازم يتحط كذا ولازم يتحط كذا، لا. في البهارات بالذات في نوع او صنف انتوا مش بتحبوه ما تحطوش. الصنف اللي بتحطوه اللي بتحبوه حطوه في اي حاجه مشويه عموما. انا حطيت بصل بودر، توم بودر، بابريكا مدخنه، حطيت ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، روزماري، سنه جنزبيل. بس دي الحاجات اللي انا حطيتها فيها. وانتوا بقى زي ما قلت لكم اي نوع بهارات انتوا حابين تحطوه حطوه. هحط بقى بعد كده شويه زيت وهحط ليمونه. الليمون والزيت مع البهارات في اي حاجه مشويه بتبقى حلوه جدا. بلاش خل، حطوا ليمون. هحط ليمونه دلوقتي، هعصر ليمونه على البهارات بتاعتنا كلها، وابتدي ان انا اقلبها. واجيب بقى صدور الفراخ، انا عندي غسلاها كويس وكنت نقعاها في ميه بليمون او ميه وليمون، وتعملوا لها محلول نقع يعني. بعد ما هنقعها واطلعها احطها في مصفى تتصفى، وبعدين بقى اروح حاطه عليها التتبيله بتاعتنا. احط بقى الليمون والبهارات دي، هقلبها كويس تقليبه كويسه، واحطها على صدور الدجاج، وبعدين نقلبها برضو بيها كويس. عايزين تحطوها في الكيس وتسيبوها تبات ليله في الكيس الحراري حطوا. مش عايزين تحطوها في الكيس ممكن تسيبوها في العلبه بتاعتها بايته وتاني يوم تحطوها في الكيس، بس انا بفضل ان انا احطها في الكيس واسيبها في كيسها بايته في التلاجة يعني. نبتدي بقى نقلب كل التتبيله بتاعتنا كده، وبعد ما نقلبها كويس هروح حطينا بقى الصدور بتاعتنا. وهنشوف دلوقتي اهو الصدور بتاعتي انا غسلاها ومصفيها كويس. هحط بقى التتبيله عليها وابتدي ان انا اقلبها كويس، اشرب كل الصدور بتاعتنا من التتبيله. وبعدين بقى بجيب الكيس الحراري. انا طول ما انا عندي الكيس الحراري ده انا بفضل ان انا اعمل فيه كل حاجه، لدرجه ان هو لسه هتشوفوا وصفات هتستغربوا ان هي هتتعمل فيه، بس انا هعملها فيه من كتر ما هو بيسوي الحاجه في وقت صغير. بيسوي الحاجه بطريقه كويسه، بيحتفظ بشكل الحاجه، بتفضل الحاجه مستويه زي الزبده من جوه وشكلها من بره سليم. فانا بفضله بصراحه في التسويه جدا يعني. دلوقتي بقى هبتدي كده ارص صدور الفراخ كده زي ما انتم شايفين. على فكره انتم ممكن تلفوها رول وتعملوها زي رول الشاورما بالظبط وبعدين تقطعوه. بس انا النهارده هكتفي كده اللي انا هشويها. بصوا ببتدي كده ارص كده وافردها كلها، وافضل احط فوق بعض فوق بعض. في الاخر بعد ما تسووا هتلاقوا الجنب من الجنبين واخدين لون كويس. وتروحوا فاتحين الكيس وممكن تفتحوا عليه الشوايه شويه بحيث ان هو يبقى كله واخد نفس اللون. جربوه في كيس الحراري هيعجبكم جدا. هو سواء هو او فرخه مشويه او الفراخ عموما اي قطع، حطوها في الكيس الحراري بالتتبيله دي وبيتوها في الكيس بتاعها من قبلها بيوم في التلاجة. يعني ما تسيبوهاش في العلبة بتاعتها، لا بيتوها في الكيس. هتدي نتيجة حلوة قوي. بتطعم بطعم التتبيلة كويس، لان الكيس بيفضل محتفظ بيها. يعني كل اللي هي بتنزله بدل ما يبقى مثلا في علبة ولا حاجة بيفضل في الكيس كده، فبالتالي الفراخ بتتشربه اول باول ومن غير ولا نقطة مية ولا اي حاجة. هي البخار بتاعها بيسويها وبتطلع مستوية وبتطلع لونها حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا بديكم حاجات ان انتوا تنجزكم لو انتوا مستعجلين. الكيس الحراري هينجزكم جدا. هاتوا علبة خليها عندكم في وقت تكونوا مثلا مزنوقين فيه ولا اي حاجة، تروحوا مدبلين اي حاجة في ساعتها وتحطوها في الكيس الحراري. هتفضل زي ما هي كده متبله، ومش يعني مش اكنها مش متبله من بالليل، لا عادي. حتى لو في وقتها الكيس الحراري بيديها طعم ان هي متبله قبلها بفتره، لان زي ما قلت لكم هو بيحتفظ بكل العصاره بتاعه الطعم اللي احنا مدبلين بيه، وما بيبقاش فيه اي ميه ولا اي حاجه عشان تنزل التتبيله. فبالتالي بتبقى الفراخ بتاعتكم طعم التتبيله بالظبط من غير بقى ما تنزل النكهات بتاعتها ولا اي حاجه. فجربوه مش هتندموا.
انا كده خلصت كميه الفراخ اللي عندي. بصوا رصيتها كلها فوق بعضها كويس. هبتدي بقى اطلع الهواء كده من الكيس بتاعي، وبعدين هروح ربطاه بالحزام بتاعه، واحطه في الصينيه بتاعتي، وهسيبها بقى تاني يوم هقوم اسويها. طبعا انا ما جبتش طريقتها بعد التسويه شكلها يعني، بس انا حبيت اوريكم الطريقه، وحبيت ان انتوا تستخدموا برضو الكيس الحراري حتى لو صدور عادي، مش شرط يكون فرخه ولا قطع ولا حاجه، حتى في الصدور كمان النتيجه بتاعتها كويسه جدا. حطوها بقى في صينيه، وافتحوا بس كده خرم صغير في الكيس من فوق، وحطوا شويه ميه في الصينيه عشان الصينيه ما تتحرقش، لكن عادي ممكن تسووها برضو من غير ميه، بس اهم حاجه عشان الصينيه ما تتحرقش. كده، وده شكل التتبيله بتاعتنا وشكل الكيس. اتمنى تكون في التوكو، وخلوه عندكم في الفريزر هتستفادوا منه برضو.